السلام عليكم. اليوم لازم نقول لكم شلونكم شيابنا، لأن عبارة عن تحف. يعني صدق عجبتني فصورتها، بعيدة عن موضوع الحمام مالتنا والعصافير. هذه أول وحدة لا نحكي بيها نهائيا، لأن هذه شجر اللوز، وراعيه مستحيل يفرط بيها. نقطة راس سطر. هاي نعوف على صفحة. هاي الثانية عصا شبيهة عصا النبي محمد صلى الله عليه وآله. طبعا ها صناعة يدوية ونقش على الخشب. عندك هذه الثانية راس الفيل، كذلك خشب ونحت على الخشب مع تطعيم يعني بهذا اللون. طبعا ذني الباكورات او العوشية او العصا، هذني مو الي، الشخص كبير بالعمر، بس انا دائما احب الشياب. شفتهن يمه وكنت وحدي وصورتهن. هذا الفن التجريدي من كذلك للنسر. على العموم اذا تعجبكم، هو طبعا يبيع بيهن بس اسعارها غالية لانه صناعة يدوية. فللي يعجبه انطيه رقمه وهو يحكي وياه، انا ما لي علاقة. هذا كذلك للنسر، أما نقش يدوي. وللمعلومات نقش يدوي بآلات بسيطة، يعني ماكو آلات حديثة ما موجودة. يعني تعتبر هذه شغلات فنية بحتة 100%. طبعا بعد اكو موديلات. هسه هذا موديل الأسد، تحفة فنية. هاي طبعا بيها سكرت، بيها سر، بس ورا ما يكمل يلا احكي لكم بيه. مرصعة همينة بالنحاس، نقشاتها كلش قوية. طبعا هاي المشكلة انت تصور بتأكيد، فجماليتها نصهن طايرات. يعني خلي ببالك هذا النقش عبارة عن رسم، وبعدين يلا صار نقش. هذا السر مالتها، تحتوي على نصل حربة. هذا للخيل العربي، الدماء المصرية، يكون دائما بوزة طويل ورفيع. هاي الدماء المصرية البحتة. كذلك نقش يدوي، طقتهم كلش حلوة بالقاع. خلوا بالكم ترى ذني غاليات، حتى ليش تنصدمون بالبداية. هذا راس الكوبرا، هاي كذلك بيها نصب. أنا متأكد هي قطعة لو بالخليج ما يقل سعرها عن 50 ورقة، نهائيا ما يقل، لأن صناعة يدوية، نقش من الطول للطول. كذلك تحتوي على نصل حربة، ودقتها بالقاع كلش حلوة. تحفة فنية. هاي صدق عجبتني، كلش عجبتني هاي. على العموم اللي يريد يتواصل وياه انطيه رقم تليفونه، واني خارج قوس. يعني وترى شايب كبير، ما الواحد يشلح قلبه خطير. هذا راس الغزال، كذلك نقش بالنحاس. هذا ينقشها بالبداية، بعدين يخلي النحاس، بعدين يدقه بالنحاس. هاي ضرباتها كلش حلوة تخبل. هذا تشوفون هاي النقاط، هاي كلها عبارة عن زرف بدريل ناعم، وبعدين يدق بيها النحاس، والنوب يشرخها ويطلع هاي النقشة، وهاي النقشة الظاهرة من جوا. هذا شغل سيد عبد الكريم العبادي، وأنا أعتز به.